انا اسفه جدا على المنظر اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي، بس والله غصب عني كان لازم الفيديو يكون عملي قدامكم علشان تشوفوا ازاي بقشرة بصلايه واحده بس هتتخلصي من الذباب والناموس والهاموش. انا مش مصدقه ان في حد لغايه دلوقتي لسه بيروح يجيب المبيدات. الازازه الواحده دلوقتي بقت ب 320 جنيه. طب وليه؟ لما انت بقشرة بصله هترميها في الزباله انت هتتخلصي من الذباب والناموس، حتى لو انت بيبانك وشبابيكك مفتحه ل 24 ساعه. انا علشان انا عارفه ان الوصفه دي انتوا ما شفتوهاش ولا حتى جربتوها قبل كده، عشان كده قلت لازم تتعمل عملي قدامكم وتشوفوا كل حاجه قدام عينيكم. ولو قلت لك ان انت هتشوفي النتيجه بعد نص ساعه وساعه ويوم، لا، انت بتشوفي النتيجه في خلال دقيقتين اتنين وبس. يلا بينا بقى نشوف الوصفه بتاعتنا، واتمنى ان هي لو عجبتكم ما تبخلوش علينا بلايكاتكم الحلوه، وكمان بقى يشرفني ويسعدني انكم تشتركوا معايا في قناتي وصفه وطبخه مع لولا. اول حاجه انا معايا بصلايه متوسطه، مش محتاجه البصلايه خالص. عارفين القشر اللي احنا بناخدها ونرميها في الزباله؟ هي دي اللي انا محتاجاها. بعد ما قشرت البصلايه هسيب القشر على جنب، وهجيب بقى طاسه او حله او اي حاجه متوفره عندكم. هنزل الاول بنص كوبايه من الميه، انا احتجت ميه عاديه خالص من الحنفيه. عليها كمان هضيف نص كوبايه من الخل. انا مستخدمه اللي هو الخل العادي اللي موجود في مطبخي وموجود في مطبخك دلوقتي. وطبعا مش لازم خالص تستخدمي الاكواب المعياريه، استخدمي اي مج موجود عندك، بس نفس كميه الميه هي نفس كميه الخل بالظبط. برفعهم على النار زي ما انتم شايفين بالطريقه دي، وبعدين ببدا ان انا انزل بقشر البصل اللي احنا اصلا بالفعل قشرناه. تمام كده، تمام. هدي بقى للقشر بتاعي تقليبه كده بالشكل ده. وبعد ما هديله تقليبه هحتاج بقى ان انا اضيف عليه معلقه كبيره من الملح، اللي هو الملح العادي بتاعنا، الملح الموجود في المطبخ. اظن المكونات سهله وبسيطه، بس النتيجه هتشوفوها قدام عينيكم. هضيف بقى معلقه واحده من الملح، وهبدا بقى ان انا ادوب كويس قوي الملح مع الميه والخل وقشر البصل. وبس كده، باقي لنا مكون واحد بس وتكون الوصفه بتاعتنا بقت جاهزه. اقوى مبيد للذباب وللناموس، ومهما كنت استخدمت حاجات كتير ومش بتجيب نتيجه، لا ده هيجيب معاكم نتيجه كويسه. المكون اللي معايا الاخير هو 3 حبات من القرنفل. انا عاوزه اقول لكم ان القرنفل قاتل للذباب والناموس والهاموش، بس انا بمسكه كده افتته، يعني القطعه الواحده بخليها 2 أو 3، وبعدين بنزلها على الميه والخل والبصل والملح. واول ما بتبدا ان هي تغلي معايا بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده، خلاص كده بتكون الوصفه بتاعتي بقت جاهزه. وما تقلقوش لو لقيتوا اللون بتاعها احمر طبيعي من البصل. وعلى فكره نسيت اقول لكم على حاجه مهمه، الافضل نوع تستخدميه هو البصل الاحمر. بس لو عندك قشره بصله بيضه برضه هتجيب معاكي نتيجه، ولكن البصل الاحمر ده بيقتل الهاموش بشكل مش طبيعي. بعد كده غطيت الوصفه بتاعتنا وسبتها لغايه ما ارتاحت كده لمده 20 دقيقه او تلت ساعه. وبعدين ببدا ان انا اصفيها. انا مش محتاجه القشر خالص، انا محتاجه المنقوع اللي احنا خدناه، اللي هو مستخلص بقى قشره البصل مع الخل مع الملح مع كمان القرنفل. وبعدين ببدأ ان انا اقسم الوصفة بتاعتي لنصين، نص بعمله في بخاخ كده، والنص التاني بتخلص بيه من الهاموش وكمان من الناموس. بسيبه كده في اي علبة او اي برطمان يكون موجود عندنا، بضيف عليه نص معلقة من اي صابون مواعين انتوا بتستخدموه. وبعدين ببدأ ان انا اديله تقليبة سريعة بالشكل ده لغاية ما يدوب معايا كويس قوي. ودي بقى استخداماتها رهيبة. الناس، احنا طبعا كلنا بلا استثناء مهما كنتي محافظة على نظافة بيتك، مجرد ما بتجيبي الموز بيلم معانا هاموش بطريقة مش عادية. اللي هو التربو اللي فيه الخزين بيلم هاموش بطريقة مش عادية. انت كل اللي عليكي ان انت بس تسيبي العلبة دي، تسيبيها بس كده جنب اي مكان في عندك هاموش، هتلاقي كل حاجة اختفت. شايفين بقى بعد ما رشينا هتبصوا تلاقوا ان كل الدبان اللي موجودة عندك والله بيسقط كده وينشف. وصفة رهيبة، مش هيسيب عندك ذبابة واحدة بس ولا واحدة. وصفة يعني بصوا مش عاوزة اقول لكم، يعني مفعولها سريع وفعال وكمان مش مكلفة. اما باقي اللي احنا ضفنا عليه الصابون ده بقى لو انت عايزة تخلصي من الناموس بتدخليه في غرف النوم دقيقتين اتنين وبس، مش هتلاقي ناموسة بفضل الله. وصفة فعالة ومجربة وهتنسيكي اي مبيد كنت بتستخدميه.